مستمرين معاكم في تغطية مهرجان الدراما العربية، ومنوراني على شاشة البغدادية دلوقتي النجمة الجميلة اللي دايما منورانا صفاء سلطان. برحب بيكي، ودايما منوراني وطلتك منورانا على شاشة البغدادية. ميرسي الله يخليكي، ميرسي جدا. كلميني النهارده بقى عن تواجدك في مهرجان الدراما العربية، ويمكن مهرجان الدراما العربية من المهرجانات اللي بتجمع ثقافات الشعوب العربية من خلال الفن. شايفة النهارده المهرجان ازاي في ظل كوكبة النجوم اللي موجودة؟ اولا انا شرف كبير ليا ان اكون موجوده في مهرجان الدراما العربيه. اي ممثل واي ممثله يتمنوا انهم يكونوا موجودين في المهرجان ده. طبعا في التوقيت ده في الحالات اللي بتحصل معانا كلنا محتاجين احنا حاله الانتعاش، والحاجات دي بتيجي من المهرجانات. فيعني الحمد لله ان النهارده قدرت اكون موجوده في المهرجان ده، وسعيده قوي ان في مسلسل ليا بيشارك في المهرجان يعني. فانا مبسوطه قوي بوجودي بين الفنانين المصريين والزملاء والنجوم الحلوين قوي اللي انا بحبهم جدا. في نفس الوقت في زملاء عرب كتير قوي وحشني قوي بجد. فكويس ان احنا مجموعين النهارده في الدنيا مصر يعني، تحت اسم المهرجان للدراما العربيه. انت منوره مصر ومنوره كل اللي موجودين في مصر. عايزه اسالك بقى مسلسلك اللي مشارك اسمه ايه؟ اسمه توأم روحي، مسلسل عملناه في الأردن. هو إخراج المخرج الأردني سائد الهواري، إخراج إنتاج الأستاذ عصام حجاوي، بطولتي أنا والأستاذ ياسر المصري. عمل بوليسي مرعب شوية، عاملة فيه دور توأم، واحدة شريرة واحدة طيبة، بس بحاجة مختلفة شوية عن الحاجات اللي كانت موجودة بشكل عام يعني لكل الفنانين اللي عملوها يعني. أول ما قالوا لك إن مسلسلك مشارك في مهرجان الدراما العربية كان إيه إحساسك؟ تصدقي خفت يعني، قلت يا رب يا رب كده يعني نشوف كده جايزة حلوة للعمل يا رب في أي حاجة، بس المهم إن إحنا تعبنا فيه كتير قوي، ويا رب كده ربنا يجبر بخاطرنا بقى إن شاء الله. هنقول لك مبروك أكيد لو خدتي الجايزة، هنصور معاكي تاني ونقول لك مبروك على شاشة البغدادية إن شاء الله بإذن الله بإذن الله إن شاء الله. جمهورك اللي متابعينك على شاشة البغدادية وبرنامجنا ريد كاربت عايزين نعرف جديدك في الفترة الجاية إيه؟ جديدي أنا عملت مسلسل اسمه المبروكة، إنتاج التلفزيون الأردني، إخراج الأستاذ نبيل الشمالي ومجموعة كبيرة من نجوم الأردن. والسنة دي يعني وفي رمضان إن شاء الله هيتعرض. وكمان في نفس الوقت بعمل دلوقتي أمراض نسا في مصر، طبعا بطولة النجم الجميل قوي مصطفى شعبان، وإخراج الأستاذ محمد النقلي، ومجموعة كبيرة قوي من النجوم طبعا مشاركين، وكتابة طبعا الأستاذ أحمد عبد الفتاح. كلمينا بقى عن دورك، وهتقدمي لنا شخصية ايه في المسلسل؟ بصي انا نفسي والله من كل قلب ان اقول دوري ايه، بس ما اقدرش اقول اي حاجه ولا اي تصريح عن دوري في المسلسل ولا حتى عن تفاصيل المسلسل، ولكن مبسوطه جدا بالمشاركه هنا يعني. طب التعامل مع مصطفى شعبان كوكبة النجوم اللي موجوده في المسلسل شكلها عامل ازاي؟ يعني كواليس العمل عامله ازاي؟ مش هتصدقي احنا عيله واحده جميله جدا، بنهزر ونضحك وناكل مع بعض وقاعدين مع بعض يعني. بالنسبه لي هم عيلتي التانيه بصراحه يعني. فانا مبسوطه جدا وحاسه ان انا اصلا مش في غربه يعني، مع اهلي وناسي يعني. يمكن مسلسل ليلى مراد من المسلسلات المصريه اللي عرفتنا على صفاء سلطان وشخصيتك اللي قدمتيها وجسدتي فيها شخصيه ليلى مراد. يمكن الناس بتسال يعني صفاء اختفت فتره كده من بعد مسلسل ليلى مراد، اختفيتي ليه؟ لا انا ما اختفتش، هو كل الموضوع ما فيه ان انا عملت ليلى مراد، فمش هينفع ارجع في حاجه تانية يعني عاديه. فكان لازم ارجع في حاجه مختلفه تقدم لي حاجه، تعمل لي حاجه وتقدم للناس بصوره حلوه الناس تحبها. طالما هي حبت ليلى مراد فما ينفعش اجيب حاجه عاديه جدا ومش مقدمه حاجه جديده. فانا المسلسل السنه دي ان شاء الله فيه حاجه جديده وفيه حاجه حلوه مختلفه. شرف كبير ليا طبعا ان بشتغل دلوقتي في مسلسل جميل زي ده. يمكن كمان سمعنا ان اتعرض عليكي اكتر من عمل سينمائي ولكنك لسه بتفكري، عايزين نعرف الكلام ده صح ولا ايه؟ بصي لا مش بفكر يعني، في حاجات اعتذرت عنها ولسه لحد دلوقتي فعلا ما فيش اي حاجه جديه تجاه الاعمال السينمائيه. طبعا نورتينا على شاشه البغداديه ودايما طلتك منوره معانا، ولو قلت لك كلمه منك لكل جمهورك في العراق تقولي لهم ايه؟ احبك يا العراق، احب الشعب العراقي كله. هقول لهم تابعونا في رمضان، واحنا مستنيين محبتكم وقلوبكم الطيبه اللي دايما بتشجعنا. انا بحب العراق كتير وبحب اهلها الطيب الكريم. من مصر ام الدنيا للعراق حبيبه القلب صفاء سلطان.